أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الطبيب. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن السكر وازاي تحمي نفسك منه، واتكلمنا عن أعراضه المختلفة، واتكلمنا عن مراحله المختلفة كمان، والمراحل الأولى اللي انت تقدر تحمي نفسك فيها من ان انت تخش في سكر، وحتى لو جالك سكر ازاي تقدر تتعامل معاه. فلو ما اتفرجتش على الحلقة اللي فاتت فهتلاقيها ظاهرة معاك في علامة الآي اللي فوق، أو هتلاقيها في آخر الفيديو ده. بعد ما تخلص الفيديو ده ممكن تتفرج عليها. والنهاردة بقى جايين نطرح سؤال مهم جدا جدا وجديد. ايه هو اللي هيحصل لو انا عندي سكر وكبرت دماغي منه وما خدتش علاجه وهملت فيه؟ وعشان اجاوبك على السؤال ده يا عزيزي، فانا هاخدك معايا في قصة عمو احمد. عمو احمد ده راجل في الاربعينات من عمره، اتشخص من فترة ان هو عنده سكر، وهو كان مصدوم وحزين جدا وكبر دماغه من العلاج، وفضل مهمل في نفسه فترة طويلة، لحد ما في يوم وهو في طريقه للشغل وهو ماشي اتخبط في رجله خبطة بسيطة جدا، ولدرجة ان هو حتى ما لاحظش او كبر دماغه والخبطة ما كانتش مؤلمة. وعدت الايام وبعدين عمو احمد ابتدى يحس ان جسمه بيسخن، فراح الصيدلية وخد مسكن وخافض حرارة وفضل ياخده حوالي 3 ايام، وبعدين حس ان مفيش نتيجة وان برضه جسمه بيسخن وجسمه وجعه، ولكن ما كانش عنده اي الم في زوره وما عندوش اي الم حاسس بيه في اي منطقة من مناطق جسمه. فخد بعضه وراح لطبيب عشان يشوف ايه المشكلة. بمجرد ما دخل على الطبيب سأله: عم احمد انت عندك سكر؟ فعم احمد رد عليه وقال له: ايوه يا دكتور عندي سكر. قال له: طب بتاخد علاج يا عم احمد ومنتظم عليه؟ قال له: الحقيقة مش قوي، يعني في اوقات باخده واوقات ما باخدوش وانا مش بحس بحاجة. فقال الدكتور راح وعمل فحص عليه، وابتدى الفحص من رجله تحت، واول ما بص على رجله لقى فيها المظهر اللي انت شايفه قدامك على الشاشة ده. رجله فيها قرحة كبيرة جدا من تحت وهو مش حاسس بيها خالص، وكمان القرحة لونها اسود، وهو مش حاسس بأي حاجة خالص في أطرافه ومش حاسس بأي حاجة. حتى عم أحمد لما شاف الصورة وشاف رجله ما كانش مصدق نفسه، ازاي كل ده بيحصل في رجله وهو مش حاسس؟ طب ازاي هو اتعور تعويرة كبيرة زي دي وبرضه هو ما حسش بيها؟ والحقيقة يا عزيزي ان التعويرة بتاع عم احمد دي مش تعويرة جت من خبطة او جاية من صورة مفاجأة خالص، لا خالص. التعويرة دي ممكن تكون جاية من خبطة او جرحة بسيطة، وجرح انت حتى ممكن ما تشوفوش بعينك المجردة، جرح موجود انت مش شايفه ومش حاسس بيه ومش حاسس بأي حاجة خالص. ولأنه هو عنده سكر وهو مكبر دماغه وسكره عالي بقاله فترة طويلة جدا، ابتدى يحصل بطء شديد في التئام الجروح، وابتدى يحصل تلف في أعصابه، خصوصا الأعصاب اللي موجودة في الأطراف، وابتدى يحصل مشاكل في الدورة الدموية، وخصوصا الدورة الدموية اللي موجودة في الأطراف. ومشاكل الدورة الدموية دي بالتحديد ومشاكل الأعصاب بوجه عام خلت يحصل بطء شديد جدا جدا في التئام الجروح، وكمان عدم إحساس أصلا بالجروح اللي موجودة. وبالتالي لما عم أحمد اتخبط أو تعور وحصل عنده جرح بسيط جدا يمكن هو ما لاحظوش أو ما حسش بيه، وكمان نتيجة لضعف المناعة اللي بيكون موجود عند مرضى السكر اللي سكرهم عالي لفترة طويلة، فجرح عم أحمد ملمش وفضل مفتوح وبقى عرضة للبكتيريا والميكروبات وأي حاجة موجودة في البيئة حواليه، وخصوصا إن ده جرح في رجله، فأي حاجة موجودة في الأرض أو أي حاجة بقت معرضة للجرح ده بشكل واضح وصريح. فابتدت البكتيريا تصيب الجرح وابتدت تعمل فيه عدوى شديدة جدا جدا، وابتدت توسع في الجرح، وابتدى الجرح يوسع ويبقى عرضة لبكتيريا وميكروبات أكتر، وابتدى الموضوع يكبر. وكل ده بيحصل وعم أحمد طبعا مش حاسس، ده لأن أعصابه الطرفية ضعيفة وحصل فيها تلف بسبب مرض السكر اللي هو ما كانش مهتم بيه. فقام الدكتور على طول محوله على طبيب جراح عشان يقوم بتنظيف الجرح ويقوم بمعالجته سريعا. والنتيجة ان عم احمد الحمد لله سكره اتظبط وابتدى جرحه يلم ومشي على المضادات الحيوية
عشان يعالج العدوى ويعالج الالتهابات اللي موجودة في رجله، والحمد لله الموضوع اتلم وما تطورش. لا يا طبيب، هو كان ممكن الموضوع يتطور اكتر من كده؟ الحقيقة يا عزيزي ان هو لو كان كبر دماغه وما حسش بالموضوع اكتر من كده، وكبر دماغه من السخونة والتعب والارهاق اللي كان بيجيله، كان الموضوع هيتطور اكتر من كده، وكان ممكن لا قدر الله يوصل لبتر في رجله. بتر في رجله يا طبيب؟ بتر في رجله. شفت بقى الموضوع والاهمال ممكن يوصلنا لفين؟ والحقيقة ان عم احمد بعد ما خرج من الوعكة الصحية الكبيرة دي وعاد لحياته الطبيعية، عادت لينا لعادتها القديمة، وابتدى عم احمد برضه مرة تانية يهمل في علاج السكر وما يمشيش عليه. والمرة دي الموضوع جاله بصورة مختلفة، وهو قاعد في الشغل عادي والحياة جميلة جدا، ابتدى يحس بمغص شديد قوي 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 في بطنه، وابتدى يحس انه عايز يرجع، وابتدى يرجع جامد جدا، ومن كتر الألم ما قدرش يستحمل، فالناس خدوه وطلعوا بيه على طول على الطوارئ عشان يشوفوا فيه ايه. وبمجرد ما وصلوا هناك الدكتور سأله وخد منه تاريخ مرضي. انت عندك سكر يا عم احمد؟ قال له فالدكتور قام قايس له السكر، فطلع عنده السكر العشوائي عالي جدا جدا جدا، وعم احمد طبعا مش حاسس باي حاجه. وبعد كده الدكتور ابتدى يطلب منه تحاليل تانية، وفجأة الدكتور قام قايل له انت عندك حمض كيتوني سكري. نعم يا طبيب، ايه اللي انت قلته ده؟ ايه الحمض الكيتوني السكري ده؟ يا عزيزي دي حالة بتكون طارئة وحالة مشهورة عند مرضى السكر المهملين، وبيطلق عليها مصطلح في الطب اسمه الديابيتيك كيتو اسيدوزيس او الDKA. لو انت ما فهمتش المصطلح فانت خليك عارفها باسم الحمض الكيتوني السكري. والدكتور كمل معاه وقال له انت هتحتاج تتحجز معانا في العناية فترة لحد ما نظبط لك السكر ونعالجك من حمض الكيتوني السكري. وابتدوا يمشوا معاه على بروتوكول علاجي، وبعد ما عالجوه الحمد لله عم احمد برضه قام سليم ورجع لحياته الطبيعية. ولكن المرة دي الدكتور حذره وقال له يا عم احمد، انت لو فضلت مهمل في السكر كده هتبدأ تحصل لك مشاكل كتير جدا. هيبدأ بعد كده نظرك يضعف، وشبكية عينك هتكون مش مظبوطة، وكليتك هتبدأ تتعب، ولا قدر الله ممكن تفشل، وهيحصل عندك مشاكل في القلب، وهتكون عرضة لجلطات وأمراض خطيرة جدا جدا وكمان مزمنة بعد كده مش هنعرف نعالجك منها تاني. فعم احمد خاف وابتدى انه يمشي على العلاج بصورة منتظمة، وعادت اعراضه تتحسن تاني. في النهاية يا عزيزي اللي انا عايزك تستنتجه من عم احمد هو ان مرض السكر مش سيء زي ما انت متخيل، ده لانه بيديلك انذارات وتحذيرات كتيرة قبل ما يحطك وقبل ما يدخلك في مضاعفات ما تقدرش تتعامل معاها، ومضاعفات سيئة ومزمنة. عشان كده انت لازم تخلي بالك جدا وتسمع الانذارات دي وتبدأ تتعامل مع مرض السكر بحذر. وانت لو مريض سكر فانت تقدر تعيش حياة طبيعية جدا جدا زيك زي اي حد ما عندوش سكر، بس ده لو انت اهتميت ونظمت حياتك وخدت ادويتك بصورة منتظمة. لو انت عملت كده يا عزيزي في الحالة دي انت اللي هتسوق السكر، وانت اللي هتكون المتحكم في حياتك. اما لو انت كبرت دماغك فالسكر هيبدأ يتعامل معاك بقى بمزاجه، يبدأ يدخلك في عرض ورا التاني وفي مضاعفة ورا التانية ومش هنخلص. فخلي بالك وما تاخدش الامور على اعصابك، بس تعامل بحذر. وما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة. سلام عليكم.